تعال اقول لك تاكل منين احلى كباب في مصر كلها. اول حاجه هتعملها يا معلم، هتروح تجيب فخده خروف برقي وتقول للجزار بتاعك انا عايزها زي ما هي، وتعمل كوبايه شاي وتشغل ام كلثوم وتسن سكينتك الحلوه وتبتدي كده ايه تشفي بمزاج. العظمه اللي انا بشيلها دي يا معلم اسمها الصدفه، ودي اول حاجه بتشيلها في الفخده. بعد ما تشيلها بتروح جاي بقى هوب مدي واحده كده في نص الركبه عشان ايه تطلع الموزه. ودي بقى الموزه يا معلم اللي تتعمل احلى طواجن. بعد كده تبتدي واحده واحده تطلع العظمه اللي في النص دي، بيسموها المدفونه، وبيسموها مدفونه عشان بتبقى مدفونه في نص الفخده زي ما انت شايف كده. تعال اقول لك بقى احنا طلعنا ايه من الفخده. طلعنا وش الفخده وظهر الفخده والسمانه والكلاطه وعرق التريبيانكو والموزه. انت متخيل عرق التريبيانكو ده اللي في البقره بيتعمل منه اللحمه البارده؟ انت متخيل حجمه قد ايه في الخروف؟ وطلعنا بقى كل الدهون اللي طلعناها من الفخده وجبنا عليها كيلو ونص لحمه بقري حمراء عشان نعمل احلى كفته. والعظم ده طبعا هنشيله عشان نعمل منه شوربه. وهنبتدي بقى يا معلم نقطع كل اللحمه اللي طلعناها كباب ما عدا الموزه، هي الحاجه الوحيده اللي هنسيبها زي ما هي. ورص بقى يا معلم في الطبق كده واتفرج على العظمه. بص طلعنا ايه من الفخده، تخيل فخده واحده طلعت كل الحاجات دي. عد بقى معايا يا معلم، طلعنا كباب وطلعنا موزه وطلعنا شويه لحمه هيل الخضار، ده غير طبعا المخاصي وغير الكفته اللي عملت منها قليل الدسم وعملت منها دسم عالي عشان الكوليسترول يضرب في السقف. وطبعا ايه شويه ميه بصل وطماطمايه وشويه ملح وتبلنا، وولع فحمك باقل الامكانيات يا معلم وشوي احلى شويه كباب ممكن تاكلهم في حياتك. بص بقى، بص المنظر اللي جاي ده وقول لي. الكباب بص بيدوب، بيتقطع بص لوحده، حاجة كده تحفة.